سوف نشن هجوما على إيران وأتباعها في الشرق الأوسط بمساعدة أصدقائنا من الدول العربية، وسنتمكن من السيطرة على الوضع خلال أسبوعين فقط. سنؤمن البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي بمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي مع ضمان أمن إسرائيل، ثم سنوجه اهتمامنا إلى القارة الإفريقية. لدينا أصدقاء في إفريقيا قد يساعدوننا، وسنعمل معا من أجل السلام في آسيا وإفريقيا، مع العلم أن الولايات المتحدة لديها أصدقاء في كل مكان. سنقضي على أتباع إيران وروسيا في جميع أنحاء العالم، فالولايات المتحدة قوية وستظل كذلك بفضل أكبر جيش في العالم. كان الرئيس بايدن يقود أمريكا نحو الهزيمة قبل بدء الحرب، لكنني الآن سأعيد أمريكا إلى مكانتها الحقيقية.